السلام عليكم أصدقائي، إيش لكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم جايب لكم طريقة رشق انستغرام. هواي منكم راسلوني على اللي هو التليجرام، قالوا لي لحن إحنا ما جاي نقدر نسوي حسابات وهمية، ما جاي يعني جاي أنت تحضر يمنا الحسابات من هذا الكلام كله. حبيبي اليوم جايب لكم طريقة رشق انستغرام بدون متابعة أحد، تحتاج حساب وهمي واحد فقط، لا تغيره يوميا، يعني طريقة جدا سريعة وبدون تجميع وبدون هوسة نهائيا. طريقة تفيد المبتدئين من الآخر، يعني تمام قلبي. والمحترفين هم تفيدهم، يعني تفيد الكل. هاي طريقة صالحة للكل، تمام قلبي. لا تحتاج يعني تعب ولا تحتاج تركيز ولا أي شيء، مجرد تضيف حساب وهمي اللي هو حساب وهمي واحد. لكن متطلبات هذا الحساب الوهمي جدا بسيطة، ما لك دخل بالصورة. هو هاي الصورة أي شيء عندي بالاستوديو ضبيته بالحساب، تمام قلبي. أول شيء تضيف له اسم وبايو، اي بايو يعني اي شيء، لكن يعني يكون يعني الى معنى، تمام قلبي. من تقدر بالجوجل تكتب بايو انستغرام يطلع لك. ويكون ايضا بصورة ملف شخصي وست صور، لكن تكون يعني توحيل شغلة، يعني مو تكون صور ما لها معنى، لا مثل ما جاي شوف انا اي شيء يعني عندي بالاستوديو ذبيته هنا، لكن تكون الشغلة يعني صور الها معنى، تمام قلبي. مثل ما جاي شوف قدامك. شوف قلبي، انا اول ما استخدمت الطريقه كانت يعني كان هذا مصفر، ما ابي يعني شوف انا هسه حاليا متابع 94 واحد، كانت مصفر يعني ما ابي اي واحد، لكن تابع 94 واحد. انت تقول لي الحين انت مو قلت انه ما تابع احد؟ قلبي سويت الطريقه، لكن اول شيء بالبدايه تابع يعني، وهسه انا خليته بدون متابعه احد. شلون؟ خل اشرح لك، تمام قلبي. اول شيء هاي المواقع 42 موقع، تخيل وياي. يعني تدخل الموقع واحد واحد 5000 متابع، 10000 متابع، انت يعني انت وحظك ويا الموقع. شلون حظك ويا الموقع؟ حبيبي تستخدمه بالصبح او بالظهر او بالعصر، هاي كلها اوقات مو زينه. تستخدمه المفروض الفجر، او لا مو الفجر عفوا، تستخدمه الصبح ويكون بالليل، هذا افضل وقتين ممكن تستخدم بها هاي المواقع، تمام قلبي. كل ساعه تقدر تستخدم الموقع، فقط ساعه وحدين تنتظر. يعني مثلا هذا الموقع الاول استخدمته ساعه، تروح تنتظر وبعد يعني تستخدمه عفوا، وورا ساعه تقدر تستخدمه مره ثانيه، يعني كل ساعه تقدر تستخدم الموقع مره ثانيه، تمام قلبي. تجي عليهم بالتسلسل من الموقع الأول إلى الموقع رقم 42، تمام قلبي. لكن هي اللي هي هاي الطريقة شوية يحتاج لها وقت، لكن يعني أضمن لك باليوم تصعد 20 كي أو 10,000 متابع، تمام قلبي. خليني أشرح لك عليه واحدة واحدة. أنا داخل على الموقع الأول وراشق منه، فخلينا نبدأ من الموقع الثاني، تمام قلبي. أنت ابدأ من الموقع الأول، لكن أنا راشق من الموقع الأول. نبدأ من الموقع الثاني. شوف قلبي، اول هي كل اللي عفوا كل المواقع راح يعني تطلع لك بهاي الواجهه. انت تدوس على العلامه الزرقاء بدون اي مشكله. هنا تضيف حساب وهمي، ابد لا تضيف حسابك الاساسي، تمام قلبي. حساب وهمي اللي هو الحساب اللي قبل شوي قلت لك عليه ترتبه. خلي اضيف حساب وهمي بدون اي مشكله. شوف قلبي هسه سجل ويانا بدون اي مشكله. شوف قلبي، انا قلت لك ترتبه ليش؟ قلت انت تقول لي لحن ليش، يعني شو استفاد اذا رتبته؟ هنا أنا لو انت ما مرتبه وما ضايف له هاي الصور، هنا راح يطلع لك 50 متابع. شوف هسه 217 متابع، تخيل وياي، يعني فرق جدا كبير، تمام قلبي. تروح تطلع، لا تسوي هنا اي شيء، فقط تطلع وترجع على اللي هي اللي هو قناه بالتليجرام. هاي المواقع راح احط لك بقناه بالتليجرام، تمام قلبي. تدخل على الموقع الثالث، يعني انت تدخل عليهم بالتسلسل. انا دخلت على الموقع الثاني بالبدايه، فهذا الموقع الثالث، تمام قلبي. تدخل عليها، تجي هنا تنتظر بدون اي مشكله، لكن انا يمي النت شويه ضعيف، تمام قلبي. تدخل عليهن واحد واحد وتسجل اللي هي بثلاث مواقع، لا تسجل اكثر من ثلاث مواقع. خليني اسجل هذا الموقع الثاني وتسجل. شوف 280، تخيل وياي، تمام قلبي. تسجل هم تطلع وترجع هنا وتسجل بالموقع اللي هو الرابع، يعني تسجل بثلاث مواقع، تمام قلبي، بدون اي مشكله. بدون اي مشكله مثل ما جاي شوف قدامك، جاي اسجل بالمواقع بدون اي مشكله وبدون اي حظر، تمام قلبي. شوف قلبي هسه بدون اي مشكله. هسه ولو لحيت شويه بالكلمه بدون اي مشكله، تنتظرها بدون شوف قلبي، اذا طلعت لك هاي المشكله فقط تروح على الحساب الوهمي، ترجع هنا على الحساب الوهمي، تحدث. اذا ما صار يمك فانت تروح على غير موقع بدون اي مشكله، راح يسجل وياك هذا الموقع، يعني يكون مشغل عندي. يكون انت يعني هي كل المواقع، يعني مثلا عندك الموقع الخامس ممكن انت ما يشتغل عندك، انا اشتغل عندي، يعني مو كلها يعني سويه، لكن كل جهاز يختلف عن جهاز، تمام قلبي. مثلا انت حاضريك الموقع الخامس، انا ما حاضرين، انا يسجل عندي. انت حاضريك الموقع الثالث، انا ما حاضرين، يعني مثل هذا الكلام، تمام قلبي. فانا حاضرين الموقع اللي هو الرابع. ننتظر الموقع الخامس
جاي تصير لي مشكلة. عفوا عمري، اني شوي غلطت اللي هو كلمة المرور مثل ما جاي تشوف قدامك. انا جاي اضيف كلمة المرور بشكل خاطئ. شوف قلبي، خلي اللي هو نترجم الصفحة، خلي اسوي لها ترجمة بدون اي مشكلة. هذا هنا راح يطلع لك اللي هو كلمة المرور انا جاي اكتبها خاطئة. تمام قلبي، هسه مثل ما جاي اشوف هسه راح اسجل وياك بدون اي مشكلة. لكن مثل ما قلت لك احتمال يعني يكون المواقع عندك مو شغالة. هذا مو سبب من عندي ولا سبب من عندك، سبب من الموقع اللي هو حاضرك. تمام قلبي، هنا 350 تخيل وياي. شوف قلبي، انت بعد ما سجلت هذا الموقع الاول، هذا الموقع الثاني، هذا الموقع الثالث، يعني تسجل بثلاث مواقع. تروح على الحساب الوهمي، حسابه الوهمي اللي ضفته بالمواقع. شو تسوي؟ تروح هنا، تروح على كلمة المرور. تمام قلبي، هنا تروح تروح على كلمة المرور. وين تروح؟ كلمة المرور والأمان. هنا تغيير كلمة المرور، وهنا تضيف، تروح على الحساب الوهمي وتغير الكلمة المرور مالته. تضيف يعني أي شيء، أي حرف. أنا هنا هاي كلمة المرور مالتي، تضيف مثلا يوسف بدون أي مشكلة. أضيف مثلا كي واحد النوب. شوف قلبي، يعني هنا كانت 3 كيات، هنا سويتها 4 كيات. تأكد كلمة المرور، يعني فقط تغير كلمة المرور. أي شيء تضيف إلها فقط. رجال محاضرة لم يتم تحضير التغيير بدون أي مشكلة. اليوم حسابي شوية بيه مشكلة مثل ما جاي شوف قدامك، اللي هو أنت ما راح يطلع لك هاي، لكن راح تقدر تغير حساب عفوا كلمة المرور بدون أي مشكلة. أنا جاي يصير لي مشكلة. تمام قلبي، لأن هذا الحساب مستخدم سابقا مثل ما قلت لك، فصاير بيه شوية مشاكل. أنت تسوي حساب جديد، حساب قديم، نفس الشيء بدون اي مشكله، لكن انا هذا الحساب شويه به مشاكل. تمام قلبي، خلي تجي هنا يعني بعد ما تغير كلمه المرور وتكمل كلمه المرور وتغيرها، هنا ما راح يتابع عندك اي متابع. انا راح اتابع عندي لان انا ما غيرت كلمه المرور، لان حسابي به مشكله. انت حسابك ما به مشكله ولا راح تواجه المشاكل كلها. تمام قلبي، هنا تضيف اللي هو يوزرك. ضيف يوزرك، انا هذا ضيف مو مشكله. تمام قلبي، هنا تضيف يوزرك، هنا تضيف يوزرك بدون اي مشكله. راح يسجل وياك الموقع ويرشق لك هوايه يعني متابعين. هسه خلي يعني هنا تضيف العدد مثل ما ضايفه فوق. هنا 350 مثل ما جاي تشوف، هنا تضيف 350. هنا 75 تمسحها وتضيف 350. عفوا شويه جاي الموقع يمي شويه يعلق. تمام قلبي، هنا بعد ما تصير هاي تطلع لك هاي الواجهه، تنتظر هاي بس تصير هاي اللي هي العلامه الزرقاء هاي مثل ما جاي شوف، هاي العداد الازرق بس تصير اللي هي 60 ثانيه، تطلع من الموقع وتروح تشوف حسابك هل بلش يوصلك المتابعين او وصلوك المتابعين او لا. خلينا ننتظر وارجع لكم. شوف قلبي، بس 62 بعد ما وصلت 60 تطلع من الموقع. تمام قلبي، حتى تشتغل وياك ثغره بدون اي مشكله. نرجع على حسابي بالانستغرام ونشوف هل وصلوا المتابعين او لا. تمام قلبي، نرجع نحدث مثل ما جاي شوف قدامك. عفوا مثل ما جاي شوف قدامك يا حبيب قلبي، شوف ايش قد وصلوني قدامك قلبي. شوف قدامك، شوف ايش قد وصلوني متابعين. هسه خلينا نحدث الحساب. هل وصل؟ صار 69 متابع، عفوا 69 كي متابع. تمام قلبي، مثل ما جاي شوف ايش قد وصلوني، لان اني رشقت بالليل. انا حاليا هسه الساعه 10 ونص، عفوا 10 و10 بالليل. تمام قلبي، مثل ما جاي شوف المتابعين اللي وصلوني، وبعضهم حاطين ستوري ويعني حساباتهم حقيقيه. تمام قلبي، مثل ما جاي تشوف هاي الثغرة جدا 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 سهلة مثل ما جاي تشوف قدامك. لكن حاليا انا يمي تابع وشوف حتى حضر الحساب. انت ضروري شوف الحساب يمي انحضر. انت الان ليه ما غيرت كلمة المرور؟ فانحضر الحساب لان تابع هواي ناس وانحضر الحساب. انت ضروري تغير كلمة المرور حتى ما يتابع عندك احد ولا ينحضر حسابك. تمام قلبي، اتمنى استفادت من الفيديو. لا تنسى لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع الف سلامة.